المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. وسائل الإعلام المحلية تجري مقابلة مع فخامة الرئيس أفورقي حول الأزمة السودانية. البلاد تحيي الفاتح من مايو اليوم العالمي للعمال. كأس هدية الاستقلال يختتم جولته في شمال البحر الأحمر ويسلم لجنوب البحر الأحمر. أكثر من 130 قتيلا في حصيلة جديدة لمجزرة شمال بوركينا فاسو. أردوغان يعلن معطل الزعيم المفترض لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. مظاهرات في عدة دول آسيوية بمناسبة عيد العمال. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد فخامة الرئيس أفورقي بأن إريتريا كانت على تواصل مباشر مع كافة الجهات السودانية وخاصة المجلس السيادي، ورغم أن القضية أساسا تخص السودانيين أنفسهم، إلا أننا كجيران وشركاء أبدينا برأينا حول الانتقال السياسي السوداني إلى بر الأمان وما بعده. وذكر فخامته ذلك في اللقاء المباشر الذي أجرته معه وسائل الإعلام المحلية مساء الفاتح من مايو فيما يتعلق بخلفية وطبيعة وتأثير الأزمة السودانية المأساوية وتداعياتها المستقبلية. وقدم فخامة الرئيس أفورقي توضيحا مفصلا بخصوص مرور السودان منذ أن نال استقلاله عام 1956 عبر 3 مراحل، مشيرا إلى خطورة تأثير هذه الأزمة إقليميا ودوليا ولا يمكن النظر إليها عفويا. وذكر أن التحدي الأكبر للدول النامية هو بناء الوطن، ذاكرا أن السودان كان يمر في المرحلتين من العام 1956 وحتى 1989 على مستوى أفريقيا بسياسة وثقافة متقدمة نسبيا، إلا أن التطورات التي أعقبت ذلك منذ العام 1989 مع مجيء الإسلام السياسي بالترابط مع الأجندات السياسية العالمية أدت إلى زعزعة البنية الوطنية السودانية، مما أدى ذلك إلى انفصال جنوب السودان وظهور حركات مسلحة. وقال فخامة الرئيس أفورقي إن التغيير الذي طرأ في السودان عام 2019 جاء نتيجة لصعوبة الظروف بطريقة عشوائية، وبعد التغيير الذي طرأ حاولت جهات مختلفة نسب الثورة الجماهيرية إليها، وأن التدخلات الخارجية في مثل هذه الأزمة بذريعة الإغاثة وغيرها ساهمت في انحراف التغيير عن مساره الصحيح. وكان رأي إريتريا الواضح أن الجيش الذي وقف إلى جانب الشعب وتحمل الأمانة هو من يقود السودان إلى بر الأمان. كما أبدت إريتريا عن رأيها بخصوص كيفية عملية الانتقال قبل انفجار هذه الأزمة. وذكر فخامته الأزمات التي كانت تواجه أعمال بناء المؤسسات الأمنية والدفاعية السودانية، وأن دمج الجيوش مسألة لا جدال فيها، إلا أنها مسألة تتطلب الوقت المناسب، وأن بناء الجيش السوداني والدفاع الأمني حتى بعد خروج السودان إلى بر الأمان يحتاج إلى فترة أطول، وهذا لا يخص قوات الدعم السريع والجيش السوداني فحسب، بل يشمل كافة الحركات المسلحة المنتشرة في ربوع السودان. وشدد بأن وضع مسألة الدمج في المقدمة أمر يسهم في انحراف عملية التغيير عن مسارها الصحيح، ويعد وضع العربة أمام الحصان. وقال فخامة الرئيس أفورقي الآن أيضا أن الخوض في أضرار الحرب وتحاليلها يسهم في انحراف القضية عن مسارها، بل يجب المساهمة الفعالة للمجتمع الدولي إدراكا لأسباب وتطورات تلك القضية. وبما أن القضية هي قضية سودانية، يجب أن تركز المساعدة المقدمة في خلق بيئة صلبة للسودانيين. وهنا تأتي أهمية دور دول الجوار وخاصة دور منظمة الإيجاد بالنظر إلى الطموح والرؤى المشتركة للوحدة الإقليمية، مشددا على أنه في حال ظهرت نواقص وقصور من قبل المنظمة الإقليمية يمكن تحسينها مع الوقت. ودعا فخامته للعب دورنا البارز من أجل تقدم الشعب السوداني والتنعم بالاستقرار والتنمية عبر إقامة نظام حكم بإرادته الكاملة وإنشاء مؤسسات سيادية.
وقال فخامته فيما يتعلق بقضية اللاجئين: إننا لا ندخل في بازار جنازة العلاقات العامة، حيث كان السودان إبان النضال التحرري مأوى آمن للاجئين الإريتريين. كان الشعب الإريتري يعيش كالسوداني وليس كإريتري، ولا ننسى ذلك أبدا. وانطلاقا من هذا تفتح إريتريا حدودها البري والجوي والبحري لاستقبال اللاجئين السودانيين، وأن مسؤولية مواجهة المشاكل هي في الأساس مسألة ضمير وإنسانية، وسنقوم بكل أنواع الدعم اللازم. ولا يمكن فتح أي معسكرات لجوء في إريتريا. يمكننا تجاوز هذه الأزمة بتقاسم كل ما نملك، وعلى شعوب هذه المنطقة يمكنهم التعايش سويا، ونتمنى من دول الجوار الأخرى للقيام بمثل ذلك. وذكر فخامته أن السودانيين يملكون ثروات وقدرات عالية تسهم في الخروج من هذه الأزمة إلى بر الأمان، إلا أن المشكلة تكمن في تعرقل الفرص، والآن أيضا يجب ترك المسألة لهم باعتبار أن انحرافها لا يساعد في حل تلك الأزمة، مشيرا إلى ضرورة مشاركة كافة الجهات لإيجاد حلول جذري للقضية. وختم فخامته لقائه برسالة خاصة بالشعب السوداني. أحيت البلاد الفاتح من مايو 2023 يوم العمال العالمي بتنظيم فعاليات متنوعة تحت شعار رؤى واضحة عمل موحد. وألقى نائب الأمين العام للكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا السيد كبر أبكيداني كلمة بمناسبة الاحتفال الذي نظم في العاصمة أسمر على مستوى البلاد في ساحة الفاتح من سبتمبر، حافلة بحضور الوزراء ومسؤولي الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وكبار قادة الجيش وأعداء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد وجمع غفير من العمال. وذكر السيد كبراب أن الفاتح من مايو هو يوم إحياء نضال العمال ومسيرة إلى الأمام لضمان حقوق العمال الدستورية وتأكيد الصداقة المتبادلة فيما بينهم على المستوى الفردي والجماعي والمنظمات، وكذلك تجديد العهد للمساهمة بفعالية كجزء من المجتمع والعالم ودورها الحاسم في الاقتصاد. وأشار إلى ظاهرة عالمية سياسية واقتصادية واجتماعية تؤثر سلبا على كافة مجالات العمل والعمال، موضحا أهمية إحياء المناسبة بهذا الزخم الهائل لاستمرارية أعمال المراجعة والرد على قضايا الشباب، مذكرا بأن الاجتهاد العملي لا مثيل له. وقال المدير العام لقسم العمل في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد ولديسوس إليسا الذي قدم كلمة باسم الوزارة، قال أن الحكومة الإريترية تعمل مانحة أعمال تطوير القدرات البشرية والعمالة أولى أولوياتها رغم التحديات بهدف تأمين الحياة الاجتماعية للمواطنين، وظلت تنفذ برامج تنموية واسعة تسهم في تضييق الهوة بين الحضر والريف، مشيرا إلى أن مبدأ الاعتماد على الذات المؤكد بجهود وتفاني العمل حجر زاوية البرامج التنموية وأساس متين للعدالة الاجتماعية. وحافلت المناسبة بمسيرة عمالية طافت شوارع العاصمة أسمر. الجدير بالذكر أن الكونفدرالية نظمت منذ 18 من أبريل المنصرم بمناسبة الفاتح من مايو اليوم العالمي للعمال برامج متعددة كبرنامج تبرع الدم والتدريج وإعداد الحفر لغرس الشتول وتنظيم سيمينارات حول ثقافة العمل والعمال، وكذلك مسابقات معلومات عامة. يحتفل باليوم العالمي للعمال المرة 133 على المستوى العالمي و32 على مستوى البلاد. كأس هدية الاستقلال الذي انطلق في 24 من أبريل المنصرم من نغف الصمود تسلم يوم أمس إلى إقليم جنوب البحر الأحمر، مختتما جولته في إقليم شمال البحر الأحمر. لمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. تسلم إقليم جنوب البحر الأحمر في 30 من أبريل كأس هدية الاستقلال الذي انطلق من 24 من أبريل من مدينة نغفة معجزة الصمود والاستشهاد، حاملا حفنة تراب مختتما جولته في إقليم شمال البحر الأحمر.
وسلمت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر سعادة السفير محمد سعيد منتاي كأس هدية الاستقلال في مراسم نظمت في طيعو مديرية أرعتا بمشاركة مسؤولي الإقليمين وقادة الجيش والأعيان وممثلي الشعب. وقال سعادته في الكلمة التي ألقاها إن الشعب الإريتري اتبع نهجا ثابتا من أجل وجوده وهويته وكذلك من أجل وحدته والسلام المستدام، وخاض نضالا مريرا ودفع ثمنا باهظا، موضحا بأن حفنة التراب المتجولة تمثل ثمنة الحياة الباهظ المدفوع والوقت والمصالح والرغبات. وحفلت المناسبة بفلكلور شعبي وعروض الجمال والسفن ومسيرات الجيش والمواطنين. ولقد تجول كأس هدية الاستقلال في إقليم شمال البحر الأحمر 500 كيلومترا برا و235 كيلومترا جوا و110 كيلومتر بحرا. وقد أضيفت على كأس هدية الاستقلال يوم أمس حفنة تراب أخذت من دفاعات دحتم التي تبعد 37 كيلومترا عن مدينة عصب، الدفاعات التي شهدت إبان الحملة الثالثة لزمرة الويان المارقة مواجهات عنيفة، ليبدأ جولته في إقليم جنوب البحر الأحمر التي تغطي 1190 كيلومترا برا و16 كيلومترا بحرا. يسلم كأس هدية الاستقلال الذي يزود حفنة تراب عند تنقله من إقليم إلى إقليم في 24 من مايو الآخر يوم الاحتفال الرسمي بالاستقلال للجهة المعنية في استاد أسمرة الدولي في أجواء حافلة. نظمت جولة كأس هدية الاستقلال بمناسبة العيد 32 للاستقلال المجيد، وتهدف إلى تمرير رسالة توحي بأن التراب الإريتري أرقى هدية لشهدائنا الأبرار وثروة وطنية غالية ومعجزة وجودنا وقيمنا، بالإضافة إلى تعريف التاريخ والثقافة والأرض عبر مسيرة كأس الاستقلال. يحتفل بعيد الاستقلال 32 تحت شعار إنجازات بطولية بصفوف متماسكة. قدم مجلس الإقليم الأوسط توضيحا للمواطنين فيما يتعلق بالقرارات والتوصيات التي مررها في اجتماعها الدوري 21. وبعد أن أوضح المجلس الأفكار والبرامج المستقبلية الشاملة التي قدمت في الاجتماعات التي عقدها في 16 مديريات، أشار إلى أن مهام المجلس هي توصيل المواطنين بالجهات المنفذة ومتابعة البرامج الموضوعة للتنفيذ، إضافة إلى ضرورة الإدراك والفهم العالي للقضايا المطروحة بهدف إيجاد الرد المناسب، داعيا المواطنين كالعادة لتعزيز مشاركاتهم الفاعلة. وأشار المشاركون إلى أن اللقاء ساعدهم للتعرف عن كثب على تطور البرامج المنجزة بمشاركة المواطنين، مناشدين استمرارية اللقاءات الشعبية والمجلس دورها الهام في متابعة وتنفيذ البرامج الموضوعة للتنفيذ والرد على الأسئلة الراهنة. وقدمت آراء بناءة حول ضرورة العمل الفعال في تقليل ارتكاب الجرائم والمخالفات وتقوية أعمال الرقابة الجارية على ارتفاع الأسعار غير المقنعة وتوزيع الطاقة بهدف مكافحة قطع الأشجار وإكمال أعمال الجسور التي لم تكتمل بعد. شهدت مديرية قندع في 30 من أبريل المنصرم تسيير أنشطة نفير تنموية واسعة النطاق بمناسبة اليوم العالمي للعمال التي يحتفل بها تحت شعار رؤى واضحة عمل موحد، تمثلت في رعاية الأشجار والنظافة في مباراة الشهداء. وقد شارك فيها عمال مصنع الطوب والأسمنت ومؤسسة دنجولو للخراطة وكذلك عمال مصنع الرخام والجرانيت. في غضون ذلك قال مسؤول الكونفدرالية الوطنية للعمال في إقليم شمال البحر الأحمر السيد هبت مرام تسفى ميكائيل إن الكونفدرالية تعمل بجدية لتوحيد رؤى العمل وترسيخ معرفة قانون العمل وتأمين سلامة صحة العمال في مكان العمل، فضلا عن تعزيز القدرات الإدارية وكذا الإدارة وتقوية قدرات نسوية.
وقال مدير مديرية قنداع السيد عمر يحيى أن العمال هم رواد البرامج التنموية، داعيا العمال للمشاركة الفاعلة في الدورات التأهيلية التي تنتظمها الكونفدرالية لتمتين قدرات العمال وتعزيز المساهمة في مضاعفة الإنتاجية. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت تتواصل من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أكدت منظمة محلية في بوركينا فاسو مقتل 136 مدنيا على الأقل في هجوم مسلح الأسبوع الماضي في قرية شمال البلاد. وكانت حصيلة رسمية سابقة قد أفادت عن مقتل نحو 60 شخصا في الهجوم الذي وقع في 20 من أبريل في قرية كارما في شمال أقليم ياتنغا، بينما قدر ناجون وسكان القرية عدد القتلى بأكثر من 100. وتعرضت قرى مجاورة لاستهداف من المهاجمين أنفسهم، ما أوقع 11 قتيلا في 3 أماكن أخرى وفق التجمع. ووقعت المجزرة بعد هجوم شنهم مسلحون يشتبه بأنهم جهاديون منتصف الشهر الحالي، قتل خلاله 6 من الجنود و34 من المعاونين المدنيين في الجيش في محيط قرية في المنطقة ذاتها. ونددت الحكومة الخميس بشدة بهذه الأعمال الدنيئة والهمجية، وقالت إنها تواكب من كثب سير التحقيق الذي فتحه المدعي العام للمحكمة العليا في واهيغويا الأمين كابوري من أجل توضيح الحقائق واستدعاء جميع الأشخاص المعنيين. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الزعيم المفترض لتنظيم الدولة الإسلامية تم تحييده في سوريا خلال عملية نفذتها الاستخبارات التركية. وقال أردوغان خلال مقابلة متلفزة أنه تم تحييد الزعيم المفترض لداعش واسمه الحركي أبو الحسين القريشي خلال عملية نفذها جهاز الاستخبارات التركي في سوريا. وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد أعلن في 30 من نوفمبر مقتل زعيمها السابق أبو حسن الهاشمي القريشي وتعيين أبو الحسين القريشي خليفة له. وأفاد مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية في شمال سوريا بأن عناصر من الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية المحلية المدعومة من تركيا أغلقوا منطقة في جندريس في منطقة عفرين شمال غرب سوريا. هذا ونفذت الولايات المتحدة غارة بطائرات مروحية في شمال سوريا ضمن عملية في منتصف أبريل، إذ قالت إن تنظيم الدولة الإسلامية كان يخطط لشن هجمات في أوروبا والشرق الأوسط. تظاهر الآلاف في عدة دول آسيوية بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الأول من شهر مايو، مطالبين بتحسين ظروف عملهم وزيادة رواتبهم. وتحتفل العديد من الدول بعيد العمال باعتباره يوما للمطالبة بحقوق العمال من خلال التجمعات والمسيرات وغيرها من الأحداث. وفي العاصمة التايوانية تايبيه احتفل المواطنون بعيد العمال باحتجاجات تطالب بزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل، كما تظاهر آلاف العمال في شوارع العاصمة الإندونيسية بمناسبة عيد العمال. وخرج آلاف العمال في مسيرة في شوارع مانيلا بالفلبين للاحتفال بعيد العمال مطالبين بزيادة الأجور. أما في سيول فقد احتفل العمال والنشطاء بعيد العمال في مظاهرات طالبت بزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل. وشارك في مظاهرات كوريا الجنوبية أكثر من 100,000 شخص من مختلف النقابات والمجالات في أكبر تجمعات يوم العمال منذ أن بدأ وباء كورونا في أوائل عام 2020. انتخبت باراغواي رئيسا من حزب كولورادو اليميني الممسك بالسلطة في البلاد منذ قرابة 8 عقود، معلقة رفضها لمنافسه من يسار الوسط الذي ترشح تحت شعار مكافحة الفساد المؤسسي المستشري. وافادت لجنة الانتخابات أن سانتياغو
بنية الاقتصادي ووزير المالية السابق البالغ 44 عاما فاز بأكثر من 42% من الأصوات وفق ما أظهرت النتائج بعد فوز 90% من بطاقات الاقتراع. وخالفت النتيجة الاتجاه السائد في أمريكا اللاتينية مؤخرا بتصويت الناخبين للأحزاب اليسارية لمعاقبة الطبقة السياسية والأحزاب الكبرى. وصوت الناخبون في باراغواي أيضا لانتخاب نوابهم، حيث حقق حزب كولورادو أكبر حصة في مجلس الشيوخ بنحو 43%. ورغم أن التصويت إلزامي في هذه الدولة إلا أن نسبة المشاركة بلغت 63% فقط. نهاية النشر. هذا تذكير بأبرز العناوين. وسائل الإعلام المحلية تجري مقابلة مع فخامة الرئيس أفورقي حول الأزمة السودانية. البلاد تحيي الفاتحة من مايو اليوم العالمي للعمال. كأس هدية الاستقلال يختتم جولته في شمال البحر الأحمر ويسلم لجنوب البحر الأحمر. أكثر من 130 قتيلا في حصيلة جديدة لمجزرة شمال بوركينا فاسو. أردوغان يعلن معطل الزعيم المفترض لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. ومظاهرات في عدة الدول الآسيوية بمناسبة عيد العمال. مشاهدينا، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.